بكري المدير الفني، وايضا موجود في الجهاز الفني اللاعب السابق للامل العطبراوي ولنادي الهلال عادل الدالة، بينما يقود الهلال المدير الفني الكنغولي فلوران إبنجي. عبد الرؤوف يمر ناحية أجاجون، محاولة الانطلاقة الهجومية للهلال تعود لموفق. أجاجون من جديد، تتلعب الكرة أمامية ناحية وليد، تتلعب ياسر مزمل، محاولة التسديد ويخلص دفاع فريق الأمل، تعود لعبد الرؤوف، يمر لأجاجون لعبد الرؤوف، محاولة الضغط الهلالي، تتلعب لفارس خلف الدفاع، محاولة العكسية أمام المرمى، في المرمى، جول جول! أول أهداف المباراة هلالي عن طريق جون مانو من كرة لعبت من على الناحية اليسرى من فارس عبد الله، ينغض عليها جون مانو في مرمى أحمد عبد العظيم. أعلن عن مولد أول أهداف المباراة وأول الأهداف الهلالية بعد مرور نصف ساعة من انطلاقة الشوط الأول، أو 25 دقيقة بالتمام من انطلاقة الشوط الأول. ينجح الأمل أو ينجح الهلال في الوصول لشباك الأمل. أول أهداف المباراة لصالح الهلال من جون مانو، هجمة هلالية كانت ضاغطة، بدأت من لاعبي الوسط عبدول أجاجول و الطيب عبد الرازق أو إيرين، يمر ناحية موفق صديق. أحمد يحيى في وسط ملعب الهلال، يلعب اليوم كلاعب ارتكاز بجانب أجاجون، بينما يلعب في وسط الهلال المهاجم كل من عبد الرؤوف وياسر مزمل. تتلعب الكرة أمامية لوليد بخيت، وليد الشعلة، محاولة انطلاقة، يمرر التمريرة من وليد داخل منطقة الجزاء، يخلص واصل الفاتح، محاولة إبعاد، تعد جون مانو، أجاجون في المرمى، جول جول هلالي ثاني عن طريق عبد الجليل أجاجون من هفوة دفاعية كبيرة للمدافع واصل الفاتح، حاول إبعاد الكرة، تهيأت أمام أجاجون اللي ما كذب خبر، على طول سدد بيمناه كرة قوية على يسار أحمد عبد العظيم. أعلنت عن مولد ثاني أهداف المباراة لصالح الهلال. هدف هلالي ثاني بعد مرور 4 دقائق فقط من الهدف الأول اللي أحرزه جون مانو. شوف محاولة الإبعاد، خلصت من أمام واصل من جون مانو، تهيأت لأجاجون، سدت في المرمى مباشرة على يسار أحمد عبد العظيم، معلنا عن ثاني أهداف المباراة وثاني أهداف الهلال. يدير إذن التالي الآن الدقيقة 37 من عمر الشوط الثاني. جيرارد